بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. ايه الجمال وايه الحلويات اللي جايه لنا بقى النهارده يا ام حبيبه؟ طبعا احنا بنجهز لايه؟ لعيش العيد ورقاق العيد وعيش الفتة وخير ربنا كتير والحمد لله. اتفضلوا معانا. شايفين الرقاق وجماله؟ رقاق وجماله وطعامته كده اللي العيال بتاكله كده حاف، من غير لحمة من غير حاجة، بياخدوه كده ياكلوه ناشف زي الشيبسي كده. وطبعا بما ان احنا خابزين فعاملين عيش طري، ودي بكاكين بقى، دي بنطلعها تخينة شوية من العيش. انا شخصيا بموت فيها، وكان عندي بامية بقى معاها النهاردة. كنت عاملة عليها حفلة بقى، كانت ما شاء الله. احنا بنحب البكاكين دي، بنحب العيش. وطبعا عاملين عيش رقيق بقى طري، ده هيتشال في الفليزر. هنشوف مع بعض كل ده في الفيديو ان شاء الله. ده طري اهو، بلمه كده على بعضه وأعبيه واحطه عندي ايه في الفليزر. انا بطبقه التطبيقه دي عشان انا الفليزر بتاعي دراج، فبرصه كده كيس جنب كيس واطلعه ويفضل طري زي ما هو، ناكل منه. لما يخلص نعيد الموال تاني ونعجن تاني ونخبز تاني. والحمد لله ان بيوتنا عمرانة ومليانة خير، الحمد لله الحمد لله. زي ما بيقولوا كده، اللي عنده العيش وبله عنده الهنا كله. هو مثل وبيتقال، ما اعرفش هو صح ولا غلط، بس اسمعهم بيقولوا كده. الحمد لله ان ربنا مننا علينا بالخير بتاعه. الحمد لله ان بيوتنا عمرنا بالخير. ربنا يجعل بيوتنا دايما دايما عمرنا بالخير، ويجعل ايامنا كلها اعياد وكلها خير وكلها هنا. الحمد لله. انا كده رصيت العيش زي ما حبيت اوريكم انا برصه ازاي. وطبعا كيس نظيفة، بعبي الكيس وبربطه كويس عشان ما يدخلوش هواء، هيدخل هواء هينشف. لازم يتربط حلو كده وبشيله، هي دي طريقتي. وطبعا بننشف عيش بقى في الصيف، بننشف عيش واحطه كده في الكروانة كبيرة كده او تشت، ملكمش دعوة بالبكونة المحروقة دي، حلوة دي حبيبتي انا عايزاها. بنحطه كده في تشتي او في كروانة كبيرة، وبنغطيه ونسحب منه نطري منه. نعمل فتيتة، نعمل فتة. هوريكم انا الفتيتة دي، هقول لكم عليها بعدين. نعمل فتة ناكل بيه عيش ناشف، ملوخية، بامية بقى ما اقولكمش. وطبعا ده الرواق بقى ايه، رواق اللحمة بتاع العيد. احنا عملنا الرواق، هنستنى بقى اللحمة ان شاء الله يوم العيد كده ان شاء الله. ربنا ايه آه يكرم الكل ويضحي ان شاء الله. وطبعا ده بقى العيش الناشف. طبعا هو من نفس عجينة العيش الطري، هي عجينة واحدة. الرواق الناشف ده بيتعجن بمية وملح ودقيق بس، ما بيتحطلوش خميرة. الرواق المغرق او رواق اللحمة. انما العيش طبعا ده لازم بيتحطله خميرة، ويا سلام لو معلقة خل كده. طبعا العيش انا منشفة عيش عشان عيالي بيحبوا ياكلوه برضو كده، بشوية ملوخية بشوية بامية. نعمل فتة الكوارع، فتة اللحمة، فتيتة دي هقول لكم عليها بعدين، عامله لها فيديو لوحدها، هوريها لكم بعدين. ده اللي يعرفها يقول لي ان هو عارف. وطبعا زي ما قلت لكم المشروع بتاعي اللي انا شغاله فيه. الاوردرات اللي انا بطلعها، في ناس بتطلب مني عيش، في ناس بتطلب مني رقاق، في ناس بتطلب قرص. فالحمد لله يعني اللي بنقدر عليه بنعمله. وعلى فكرة الرواق الناشف ده مش لازم يكون لحمة بس، ممكن يكون حاجة حلوة كمان، وإن شاء الله قريب هعملها معاكم. حاجة بسيطة وحاجة حلوة. آه بنشكل في الأكلات بتاعتنا وبنعمل في الأكلات بتاعتنا. حبيت أشارككم الفيديو بتاعي وأنا بلم العيش بتاعي وبنجهز بقى للعيد الكبير. ما هو برضو العيد الكبير ليه تجهيزاته. أخبز عيش بقى عشان إيه؟ ما اجيش بقى ايه تاني يوم ولا تالت يوم اروح بقى ايه اولع الفرن واقعد ادخن واخبز. بس والله يا جماعة ابو حبيبة شرط عليا اخبز له عيش سخن يوم العيد علشان الكبدة. انتظروا الفيديو ده ان شاء الله. بس اكيد مش هولع الفرن الحطب بقى، انا هولع فرن الغاز كده واعمل رغيفين صغيرين كده
على المشي كده يبقوا سخنين مع الكبدة. عشان احنا شايفين العيش طار ازاي، عشان احنا بنروح نقضي العيد الكبير عند اهلي، يعني بنذبح معاهم وكده ونقضي اليوم معاهم هناك. فربنا يكرمنا جميعا كده ان شاء الله. يا ريت بقى تقولولي بتعملوا ايه في العيد الكبير. احنا كده بنروح نقضيه العيد الصغير بنروح نقضيه عند اهل ابو حبيبة. العيد الكبير بنقضيه عند اهلي، بس مش اليوم كله، يعني مثلا ساعتين كده وبنيجي بقى نفتح البيت ونقعد في بيتنا. فابو حبيبة السنة دي قال لي لا احنا نفطر في بيتنا كبدة ان شاء الله، بعد كده نبقى نروح. فطبعا ايه ان شاء الله انتظروا الفيديو ده. بتبقى فرحة، اللمة حلوة والعيلة حلوة وربنا يديم علينا فرحتنا ويديم علينا لمتنا دايما في العيد وفي الغير العيد. ربنا عمل الأعياد علشان الفرحة واللمة و... ونفرح مع بعض ونتجمع مع بعض. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل أيامكم دايما خير وفرحة وأعياد دايما شايفين الجمال وشايفين الخير. يعني شوية عيش ما شاء الله، تسلم ايديك يا ام حبيبة. انا بقول لنفسي مقدما هزعل من اللي هيشوف العيش والفيديو وما يقولش، ما يحطش لايك وما يقوليش كومنت حلو. مالكمش دعوة بالحنة اللي في ايديا برضو. كل سنة وانتم طيبين، احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وقولوا لي رأيكم فيه. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل دايما أيامكم أعياد ودايما مع حبايبكم. مستنية منكم تعليق